فريق نادي الميلان الحالي. هنا امامنا الكره تعود الى فيا على طول انطلاقه في العمق، لكن على طول كره ترتد وتسديده حلوه 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 حلوه، يا على الكره الحلوه. شوف امامنا داني ألفيش اللي يسعد الجميع بهذه التسديده التي لا تصد ولا ترد. سجل في اشبيليا فريقه السابق وسجل اوروبيا في باناثينايكوس، لكن هذا الهدف هو الاجمل، هو واحد من اجمل اهداف هذا النجم داني ألفيش في الموسم الثالث. 5 اهداف في موسمه الاول، 3 اهداف في الموسم الماضي، وهنا امامنا في هذه اللقطه يسجل امامنا داني ألفيش هدف رائع رائع بكره لا تصد ولا ترد. هذه امامنا الكره الجميله، الملعب كله يصفق هنا في هذه اللحظات، لان البرازيلي داني ألفيش اتى باول اهداف هذه المباراه بتسديده صاروخيه. شوف امامنا هنا الكره تبعد من جانب اللاعب كاتا دياز، لكن رايحه لمين؟ رايحه لواحد واخدها واخدها على الطاير، جميله. هذه امامنا الكره الهاب فولي امامنا اهو، واخدها جميله جدا جدا، كره طبت ولطش الكره بقوه جميله جدا جدا من داني ألفيش امامنا اهو المساحه، لكن امام فريق ختافي المهمه الصعبه، لكن ناجحين عاملين بقى كثافه وزحمه، بيلعب بباريخو وبورخا وكاسكيرو، ثلاثي اللي بيلعب في العمق امام كاتا دياز وامام ماركانو. هنا امامنا الكره على طول من ادريانو، استلام من جانب ميسي يبحث عن المساحه، ميسي يلعب على طول بوجان، هل يحتفل بوجان؟ يحتفل بوجان كريكيتش امامنا هنا بالمباراه رقم 100 والهدف رقم 25 عشان يسعد الجميع في هذه اللقطه. الهدف في الدقيقه 50 من اللاعب بوجان الذي اعلن في هذه اللحظات انه بالفعل يكون متواجد كلما دعت الحاجه، وهنا في غياب بيدرو يلعب اليوم اللاعب بوجان ويسجل كرة تحولت في أقدام الدفاع لتسكن مرمى الحارس كودينا، ليحتفل بوجان باللقاء رقم 100. هنا احتفال خاص من جانب بوجان، يحتفل بفريقه، يحتفل أيضا بمباراته رقم 100. وهنا كاتا دياز ولاعبي ختافي يجدوا الصعوبة في رقابة ميسي، في رقابة انيستا، في رقابة جافي. شوف ميسي يمرر وبوجان يسدد والكرة ترتطم في قدم كاتا دياز عشان تسكن شباك مرمى الحارس كودينا، لأن الكرة أرادت أن تجامل هذا اللاعب في هذه الليلة، ليلة الاحتفال رقم 100 في الليجا والهدف رقم 25 لهذا اللاعب. ميليتو مش جاهز جابرييل ميليتو، لكن الظروف تضعه هنا في التشكيله الاساسيه في فرصه كبيره وهدف رائع، هدف جميل حقيقه من جانب اللاعب مانو الذي كان قد سجل في لقاء الدور الاول من ركله الجزاء، هدف من ثغره دفاعيه. لسه بنتكلم على جابرييل ميليتو، اخطا في ابعاد الكره. ادي امامنا اللاعب مانو اللي بيسجل هدفه الثامن في الليجا هذا الموسم، هدف في مرمى فيكتور فالديز، لان دفاع برشلونه لم يكن بقى في حاله يقظه امامنا. شوف امامنا هنا الرقابه مش موجوده، لا جابرييل ميليتو راقب ولا بيكي راقب، ولكن امامنا هنا اللاعب مانو اللي بيسجل هدف جميل جدا حقيقه في الدقيقه 88 لفريق ختافي، يستحق فعلا الصوره ويستحق هذه